عم تعاني من تساقط الشعر أو شعرك خفيف كتير؟ عم تبحثي عن حل طبيعي وآمن لمشكلة تساقط الشعر؟ بتعرفي إنه في زيت ممكن يكون هو الحل اللي عم تبحثي عنه؟ شو هو هذا الزيت؟ وشو فوائده؟ وكيف ممكن للزيت إنه يخلي الشعر ينبت من جديد؟ شو أسرار هالزيت هاد؟ وهل هو مناسب لكل أنواع الشعر؟ كيف منستخدمه؟ وكم مرة منستخدمه؟ ومن وين بدي جيبه؟ كل هالتساؤلات رح نحكي عنها بفيديو اليوم، ويلا نبدأ. السلام عليكم، أنا بدرة من قناة دليلوكي، قناة بتقدم كل ما يهم جمال وصحة المرأة. فلو بدك تضلي حلوة دوما شوفي الفيديوهات الموجودة بقناتي، وإن شاء الله رح تستفيدي كتير وتنضمي لعائلتنا على اليوتيوب. كمان عم ننزل على التليجرام معلومات ونصايح مهمة لجمالكن. اشتركوا فيها، رح يطلع الرابط فوق. الزيت يلي رح نحكي عنه بهالفيديوهات هو زيت الجانو. بالبداية شو هو زيت الجانو؟ زيت الجانو هو زيت يستخرج من فطر الجانودرما المعروف باسم الفطر الريشي أو فطر الخلود. فهو زيت طبيعي بيتميز بفوائده الصحية العجيبة لكل الجسم، مو بس لإنبات الشعر. استخدموه بالطب التقليدي من زمن طويل. زيت الجانو بيحوي على مركبات فعالة بتعزز تدفق الدم لفروة الرأس، وبالتالي بيحفز بصيلات الشعر وبيخلي الشعر ينبت من جديد. كمان بيساهم بزيادة عدد الشعرات الجديدة اللي بتنمو بفترة زمنية معينة، وهذا الشيء بيخلي كثافة الشعر تزيد. زيت الجانو غني بالأحماض الدهنية. مثل شو الأحماض الدهنية؟ أوميجا 3، أوميجا 6، وأوميجا 9. هالأحماض بتساهم بتقوية الشعر وبتعزز صحته. كمان هالأحماض بتعالج وبترمم الشعر التالف وبتقلل التقصف. الأحماض الدهنية بتحسن مرونة الشعر وبتخليه أقل عرضة للتكسر والتقصف. ومن الفوائد المهمة لزيت الجانو هي ترطيب الشعر بعمق. لما يكون الشعر رطب رح يكون أقل عرضة للتكسر والتلف وما بتجف الفروة. ففروة الرأس الصحية بتساعد على نمو الشعر بشكل أفضل. كمان مضادات الأكسدة الموجودة بهالزيت بتحارب الجذور الحرة، وهيك بيكون زيت الجانو عم يساهم بتحسين صحة جلد فروة الرأس. زيت الجانو مثل ما ذكرنا يا صبايا قبل شوي بيعزز الدورة الدموية بالفروة، وبالتالي بيساعد بإيصال العناصر الغذائية بشكل أفضل للبصيلات، وبالتالي بيقلل تساقط الشعر بشكل كبير. هالزيت بيوازن الهرمونات، وخلل الهرمونات هو سبب رئيسي لتساقط الشعر. زيت الجانو مليان بمضادات الفطريات، وبالتالي بيقلل الحكي والتهيج وبيقلل القشرة اللي ممكن تسد بصيلات الشعر وتأثر سلبا على نمو الشعر. اللي عم يعاني من قشرة يحط رقم 1 بالتعليقات، واللي ما عم يعاني يحط رقم 2. الاستخدام المنتظم لزيت الجانو بيعطي الشعر نعوم ولمعان ما بتنوصف. هالزيت بيعمل حاجز واقي ضد التلوث والعوامل البيئية الضارة، وهذا بيعني إنه بيحمي الشعر من التلف. زيت الجانو بيقلل هيشان الشعر وبيخليه أسهل بالتصفيف، فهو بيغلف الشعرة وبيحميها. لكن كل هالفوائد اللي إلي ساعة عم أحكي عنها ما رح أستفيد منها إلا إذا كان زيت الجانو عضوي وطبيعي ومن مصدر موثوق. قبل ما نكمل عرفاني إنكم حابين تشتركوا بالقناة لكن نسيتوا، يلا انزلوا اشتركوا وخلونا نكمل. زيت الجانو إذا ما كان عضوي وطبيعي 100%، فممكن المواد الكيماوية الموجودة فيه تزيد تساقط الشعر بدل ما توقفه. كمان الزيوت العضوية لما بتكون طبيعية 100% فبيكون فيها نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، وبالتالي فاعليتها أكبر. لما استخدم زيت عضوي 100% بضمن إنه آمن وما بيسبب حساسية
تهيجات بالفروي. أنا عم استخدمه من شركة DXN المعروفة بجودة منتجاتها. في كود خصم رح أترك لكم إياه بيساعدكم بشراء الزيت بسعر مخفض حتى 25%. طيب، زيت الجانو لأي نوع شعر مناسب؟ مناسب لكل أنواع الشعر، فبيرطب الشعر الجاف وبيحسن ملمسه وبيخليه ناعم. أما للشعر الدهني فبيوازن الزيوت الطبيعية بالفروة وبيقلل القشرة. أما للمختلط فبيعطيه تغذية متوازنة وبيحسن مظهره. وبالنسبة للتالف بقويه وبيقلل هيشانه. وهلأ إجا السؤال الأهم، كيف بنستخدمه؟ في 3 طرق لاستخدام زيت الجانو. أول طريقة تدليك فروة الرأس، وممكن ندلكه على فروة راس نظيفة أو كعلاج قبل الحمام. بنسخن الزيت ليكون دافي لحتى تزيد فاعليته، ولا تسخنوه ليغلي أوعها بتروم فاعليته. منحط قطرات من الزيت على أطراف الأصابع، ومندلك الفروة بلطف بحركات دائرية. هالشي هذا بيساعد بتحسين الدورة الدموية وتوزيع الزيت بشكل متساوي. طبعا هالطريقة هاي بنستخدمها لما منوزع أي زيت مو بس زيت الجانو. أما تاني طريقة فمنقدر نستخدمه كعلاج ليلي، فبعد تدليك الفروة وزعوا الزيت على الأطراف الجافة والتلفانة وغطوا الشعر بقبعة استحمام، فهذا بيعزز من امتصاص الزيت بشكل أفضل. اتركوه من الليل واغسلوه بالصباح بالشامبو العضوي الطبيعي. أما آخر طريقة وأسهل طريقة فبتقدروا تضيفوا قطرات منه للشامبو اللي عم تستخدموه، واستخدموا الشامبو مثل ما بتستخدموه بالعادي. بنصحكم تستخدموا زيت الجانو 2 مرات بالأسبوع، وحسب كل شخص بتختلف الفائدة والنتيجة. إذا عم تعانوا من تقصف الشعر رح يطلع فيديو فوق، شوفوه رح يعطيكم وصفات بتخلصكم من هيشان وتقصف الشعر. شكرا للمتابعة، بشوفكم بفيديو جديد. سلامات.